بفضل الله النهاردة هنوريكم تشكيلة غرف حديثة جدا من نوم وسفر وصالونات وانترهات. خليكم معانا لنهاية الفيديو، وأهم حاجة تصلوا بينا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنوريكم فيديو فيه أكبر تشكيلة أساس مودرن نوم وسفر وصالونات وانترهات. خليكم معانا وهتشوفوا تشكيل مميز مش هتشوفوه في اي حتة الا في معرض سمير الشناوي. زي ما انتوا شايفين دي غرفة نوم، وهنوريها لكم في فيديوهات مختصرة، يعني مش هنطول عليكم، بس هنوريكم تشكيل كبير جدا. اول حاجة كنا ورينا لكم اوضة نوم، ودي اوضة نوم شبابي اطفال مميزة، بيتعمل منها النوم الكبيرة وبيتعمل منها النوم الشبابي. اللي انتوا شايفينها الوقت قدامكم غرفة نوم شبابي اطفال 3 ضرفة، بسم الله ما شاء الله، من الشغل المميز جدا. وما انصحش اي حد يقلد شغلنا، عشان اللي بيجي يقلد بيعدل في الشغل وبيطلع تصميم مختلف عن اللي انتوا شايفينه خالص. بيتعلم من الاخر ان هو يعمل زي الغرفة اللي احنا بنعرضها لكم. بس دي توضيح. دي غرفة نوم شبابي 2 سرير وكومودينو بالبرواز، تصميم مميز جدا. واهم حاجة تصلوا بينا على النبي وتدعمونا بالاشتراك والمتابعة، وتقولوا لنا رأيكم في الشغل اللي احنا كل يوم بنحاول نوريكم حاجات جديدة ومميزة. زي ما انتوا شايفين دي التسريحة بتاعتها شبه اوضة النوم الكبيرة، احنا عاملين منها الكبير والصغير بالخشب الزان والابلكاش السه الروسي. وبرضو معلومة عاوز اوضحها لكم، في نفس الموديلات ده بالظبط، بس بتبقى الخشب بتاعها خشب فايبر، الجناب والظهور بيبقى خشب فايبر مصنع. فأهم حاجة اما تيجي تسأل المعرض اللي انت بتتصل عليه، قول له الأوضة دي مكبوسها كبس سيه روسي ولا كبس فايبر. لازم تاخد بالك من النقطة دي، بتفرق ألوفات. يعني ممكن تلاقي الغرفة عندي مثلا ب30، ممكن تلاقيها عنده ب20. لازم تسأل في النقطة دي. والأساسيات بتاعتها زان ولا لأ. دي سفرة الملكة، برضو سفرة بسم الله ما شاء الله، شغل دورانات، دهانات فرن، حاجة بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين حاجة مميزة جدا. طبعا لما تشرفونا في المعرض بتشوفوا الخامة على طبيعتها، وبتشوفوا المستوى النجارة. واللي اهم حاجة عاوزين تجيبوا 100 نجار وانتوا جايين تشرفونا، اهم حاجة يبقى عنده ضمير وما يبيعكمش في مكان تاني النجار اللي انتوا جايبين. تمام. انما الاساسيات بتاعت الشغل بتاعنا خشب زان، الشغل بيبقى واضح، يعني اكيد انتوا شايفينه وتقولوا لنا رأيكم. دي غرفة نوم برضو، الحركات من الغرف الحمد لله اللي احنا مميزين بيها، اللي احنا اول ناس نزلناها على الصفح بتاعتنا، وبعد كده اتقلدت في كذا مكان. تمام. احنا الحمد لله بين كل فترة بنعدل فيها، وما بننزلش من الخامة بتاعتها. الخامة بتاعتها زي ما احنا بنقول الابلكاش السه والقوايم الزان والدهان الفرن والدهان الدوكو الفرن. اهم حاجة اما تيجوا تشوفوها في معرض تاني تسألوه ان الكبس بتاعها كبس سه، كلها سه ولا فيها فايبر. دي معلومة انا بقولها لكم عشان تبقوا انتوا اخدين بالكم، عشان انا بشوفها على كذا صفحة. زي ما انتوا شايفين دي غرفة نوم 3 ضرفة، برضو دي النجارة المستوى الاول، موجود منها نجارات ب20,000 جنيه. الغرفة دي بالذات انت لو جيت تبص على التسريحة بتاعتها على التاج بتاعها بتاع الفرنتونة من فوق، هتلاقي عريض. هتلاقي في الأوضة التانية أبسط حاجة فيها ملهاش فرنتون ومستوى تاني. يعني لما تشوف الفيديو ده قارنها بالمستوى اللي انت شفته على أي صفحة تاني. ما يهمش، أنا بحب أخش في تفاصيل ممكن انتوا ما تبقوش مركزين فيها، بس أنا بحب أوضحها. دي ركنة تعتبر 3.5، عشان القطعة اللي هي فيها نظام الشحن دي قطعة متحركة لوحدها. ودي نظام 4 مخدع زي ما انتوا شايفين، اللي هما بيتفتحوا دالهم بتوع الظهر. هما في ركنة بتتعمل منها بتبقى 3، دي معمول فيها 4. يعني دي النجارة الأصلية، ودي قماش كتان وكلها خشب زان. زي ما انتوا شايفين وانا بفتح السرير خشب الزان باين من تحت. ده 4 مخادع ونظام سرير وصحارة ونظام شحن. وزي ما انتوا شايفين الباكم حاجات بسم الله ما شاء الله، الشغل المستوى الاول. انما في من الركنه دي 3 مستويات. والشغل لو انتوا جيتوا تقارنوه ببعض
يعني انت تيجي تقارن الركنة دي بركنة تانية انت شفتها على اي صف، تشوف التفاصيل دي نفس التفاصيل ولا لا، وتسأل صاحب المعرض ان هي خشب زان كلها ولا داخل فيها كونتر بياض كده. انا الخشب بتاعي بالنسبة للركن والصالونات بيبقى كله خشب زان. طبعا الركنة طبعا غرفة النوم المرجحة احنا اول ناس برضو نزلناها ومثبتينها على الصفحة بتاعتنا من سنين، واحنا الحمد لله لسه بفضل الله شغالين فيها ومستمرين بتشطيب، عاملينه تشطيب حديث. بس اهم حاجة تصلوا بينا على النبي وتدومنا بالاشتراك وما تبخلوش علينا بالدعم، عشان احنا بنحاول كل يوم نوريكم حاجات مميزة. زي ما انتوا شايفين الدولاب بتاعها 4 ضرفة، التصميم بتاعها حديث جدا، مطعمة بالاضاءات وحاجات مميزة زي ما انتوا شايفين. ويا ريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات واحنا نستفاد منكم لو اي ملحوظة قلتوها لنا. زي ما انتوا شايفين تقسيمة الدولاب بتاعتها تقسيمة عملية جدا، نظام ظرف سحاب سحرية، ونظام المكتبة ومتبطنة من الداخل. طبعا في ناس بتسألني تفاصيل بالنسبة للمقاسات او الاكسسوارات عشان بيحاول يقلدها، بس انا ما بنصحكمش تقلدوا اي شغل من على الصفح عشان هتطلع مستوى تاني، وهو من الاخر بيتعلم في الغرفة، يعني بيحاول يطلع زيها وما بتطلعش زيها في الاخر، ولازم تاخدها. ودي معلومة بقولها في كل مرة، وانتوا برضو لكم حرية التصرف. دي نظام التسريحة برضو اللي فيها شغل ظرف، وفيها نظام الادراج السحرية، وفيها البف اللي هو بيركب مع التسريحة. فطبعا كل النهاردة الخامة والشغل هي اللي معلية السعر، احنا مش بايدينا. اما بقول سعر عالي مش بايديا والله، والاسعار مش مستقرية. هي برضو الخامة الخشب والزان والابلكاش دي كل ده بيجي من بره، الدهانات الاكسسوارات كل ده بيجي من بره، احنا علينا بنصنع بس. دي معلومة بس، واللي بنقدر عليه بنعمل فيه واجب بنعمل، وتشرفونا وملناش بركة الا انتم. واهم حاجة تقولوا لنا رأيكم في الشغل اللي احنا بنقدمه وتصلوا بينا على النبي. وطبعا زي ما انتم شايفين موجود عندنا الصالونات والانترهات والركن والسفر وغرف الاطفال. ده صالون من الصالونات المميزة جدا. اهم حاجة في الصالون يبقى الحفر بتاعه والشغل يبقى قيمة ناعمة، حفر ناعم زي ما انتم شايفين كده. في صالونات بتبقى حفر كبير تبع المستوى بتاعها، يعني مش كل اللي حفره كبير يبقى وحش، لا تبع المستوى بتاعه. بس انا بوريكم دي نظام فرم مميزة مش حاجة تقليدية. الشغل الكلاسيك برضو مفيش اختلاف عليه، لازم يبقى موجود في العرض بتاعنا عشان هو اصل الاساس. يعني اللي بيحب الشغل الكلاسيك احنا حبينا نوريكم موديل برضو في شغل حفر، حاجة مميزة برضو، القيمة الناعمة، القشرة الطبيعية، اللون البندقي. فبرضو في تشكيل كبير ان شاء الله اما تشرفونا وتشوفوا الشغل على الطبيعة. وشكرا على المتابعة.